الاسماعيلي بيكسب الزمالك. الاسماعيلي بيكسب الزمالك 2-1 في الدوري المصري. الاسماعيلي في المركز ال 15 والزمالك في المركز الرابع، يعني فرق 11 مركز بين الزمالك والاسماعيلي. هتقول لي ليه بتقول كده؟ هقول لك عشان ما تقوليش ظروف، ما تقوليش لعيبه الزمالك وظروف لعيبه الزمالك. ظروف لعيبه الاسماعيلي اسوأ 100 مره من ظروف لعيبه الزمالك، ومع ذلك لعيبه الاسماعيلي لعيبه رجاله، لعيبه عارفه قيمه التيشيرت اللي بتلعب له وعارفه قيمه الجمهور. لعيبه الزمالك بقى اقسم بالله تيشيرت الزمالك تقيل عليها، اقسم بالله ما يلعبوا دوري درجه ثانيه ولا حتى دوري درجه ثالثه. الماتش اللي فات بروكس بيحرجنا في دور ال 32 في كاس مصر وهي فرقه درجه ثانيه، والنهارده الاسماعيلي اللي في المركز ال 15 بيكسبنا ومش عارف اقول ليه لعيبه الزمالك. ورساله بقى للكابتن محمد اشرف رؤى اللي كان زعلان ان الجمهور الماتش اللي فات بيقول له شد حيلك ويلا يا كابتن العب، قال لهم بس ما حدش يتكلم، النهارده بيسجل هدف في نفسه ولا اجدعها مهاجم. يا اخي ريتك سجلت الهدف ده لينا مش علينا. اقول ايه بس؟ حسبي الله ونعم الوكيل في لعيبه الزمالك.